شرعت قيادة شرطة الأنبار بتوزيع الدفعة ال15 من مكرمة الشهداء إلى ذويهم تثمينا لدورهم البطولي وتضحياتهم لتحرير المحافظة. هذه المكرمة تأتي ضمن برنامج وضعته الحكومة يتضمن احتساب راتب تقاعدي كامل للشهيد وتوفير سكن مناسب لعائلته. في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية أمام معاملات الشهداء والاهتمام بهم، وزعت قيادة شرطة الأنبار الدفعة ال15 لمكرمة الشهداء بغية إيصال كافة مستحقاتهم إلى ذويهم دون أي معوقات وتوفير كل ما يحتاجون إليه من متطلبات أخرى. اليوم الكل هنا متأملين وفرحين بالاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى وتقديم المعونات والإجازات، مبالغ الإجازات المتراكمة على عوائل الشهداء والجرحى. برامج واعدة وضعتها الحكومة العراقية ومن أبرزها احتساب راتب الشهيد الذي استشهد أثناء تأديته الواجب بمنحه راتبا تقاعديا كاملا وبنسبة 100% أسوة بإقرانه ممن هم داخل الخدمة، فضلا عن السعي لتوفير سكن مناسب لعائلته. هناك برنامج عدة رئاسة الوزراء تبسيط الإجراءات، احنا بدينا بتبسيط الإجراءات وهو مباشرة إلكتروني. شرطة الأنبار كانت وما زالت لها دور بطولي وكبير من خلال تضحيات الشهداء والجرحى في سير المعارك، ولولا دماءهم الزكية لما عادت الأنبار إلى أحضان الوطن شامخة بكرم وأصالة أهلها. من الأنبار أحمد الدليمي، العراقية نيوز. كشفت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها عن تزايد عدد الإرهابيين الذين يغادرون مناطق النزاعات في العراق